كريستيانو رونالدو بدأ مسيرته كحارس مرمى. جارث بيل بدأ مسيرته كظهير أيسر. دينيس كومباني بدأ مسيرته كلاعب وسط ميدان. نجوم في عالم كرة القدم غيرت مراكزها الأصلية ونجحت بذلك. هذا الفيديو راح نحكي عن أبرز 5 نجوم غيروا مراكزهم الأصلية. تابع الفيديو من البداية حتى النهاية لأنك حرفيا راح تستمتع. قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، هدفنا 10,000 متابع. في المركز الخامس نجم ريال مدريد سابقا الويلزي جارث بيل. بدأ الويلزي جارث بيل مسيرته الكروية كظهير أيسر في نادي ساوثهامبتون الإنجليزي. كان اللاعب شهد بانفجار مستواه في نادي توتنهام الإنجليزي عندما تم توظيفه في مركز الجناح الأيمن، وذلك بسبب رشاقته وقوته على التسديد من مسافات بعيدة. ونجح بتسجيل 55 هدف في نادي توتنهام، بالمقابل سجل 106 أهداف في نادي ريال مدريد. اشتهر بهدفه الشهير ضد نادي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بعام 2018. بالمركز الرابع نجم برشلونة سابقا خافير ماسكيرانو. دخل خافير ماسكيرانو كأفضل لاعبين خط الوسط في العالم، وخرج من الكامب نو كأحد أفضل قلوب الدفاع في العالم بعد سنوات من التألق مع نادي ويست هام الإنجليزي ثم ليفربول الإنجليزي. انضم ماسكيرانو إلى نادي برشلونة في صيف 2010، ولكنه عانى الأمرين في بدايته ولم يحجز مكانه الأساسي. ماسكيرانو لم يستسلم ووافق المقترح به باللعب كقلب دفاع بدلا من لاعب وسط، وهنالك أعاد إحياء مسيرته مرة أخرى. كون شراكة قوية مع بيكيه لسنوات طويلة في نادي برشلونة. في المركز الثالث البلجيكي فينيس كومباني نجم مانشستر سيتي سابقا. اشتهر البلجيكي ونجم مان سيتي بقدرته على تدمير هجمات الخصوم وقطع الكرات ليست في مناطق الدفاع، أيضا في وسط الملعب. بدأ مسيرته كلاعب وسط ميدان في نادي أندرلخت البلجيكي ونادي هامبورغ الألماني. تألقه في الدوري الألماني جعله محط أنظار أندية عديدة في الدوري الإنجليزي. انضم البلجيكي في موسم 2008-2009 إلى نادي مان سيتي كلاعب وسط. مع بداية الموسم الثاني في مان سيتي بدأ كقلب دفاع بسبب قوته البدنية والسرعة، واستطاع البلجيكي التألق في مركزه الجديد، ولولا الإصابات كان الآن أحد أفضل المدافعين في العالم. في المركز الثاني أحد أفضل المدافعين عبر التاريخ، ويصنف من أفضل المدافعين في ريال مدريد والمنتخب الإسباني، أنه الأسطورة راموس. بدأ مع اشبيلية كظهير أيمن وعرفته الجماهير وذلك المنتخب الإسباني بذلك المركز. انضم راموس إلى ريال مدريد في موسم 2005، وتعتبر هذه الصفقة من أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم بذلك الوقت، وقدرت ب 27 مليون يورو. وتناوب راموس على مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن. مع بداية موسم 2009-2010 أصبح قلب الدفاع الأساسي في نادي ريال مدريد بجانب الأسطورة كانافارو. ويعتبر راموس أحد أساطير نادي ريال مدريد على مستوى خط الدفاع. يمتلك راموس قصة جميلة مع جماهير ريال مدريد بسبب العاشرة. في المركز الأول أسطورة نادي أرسنال الفرنسي هنري. بعد تجربة فاشلة في الدوري الإيطالي وتحديدا مع نادي اليوفي، وانتقل إلى نادي أرسنال بعام 1999. كان الفرنسي يشغل مركز الجناح الأيسر في مسيرته الكروية، لكن فينجر لم يتعاقد معه من أجل ذلك. العبقري الفرنسي غير مركز مواطنه إلى المهاجم الصريح، لكن بالبدايات كانت مهمته جدا صعبة بذلك المركز، و7 مباريات على التوالي لم يسجل أي هدف. قبل انتقاله لنادي برشلونة بعام 2007 سجل الفرنسي 226 هدف كأفضل هداف في تاريخ نادي أرسنال. برأيك مين اللاعب الذي غير مركزه ونجح بذلك من بين ال5 لاعبين الموجودين في القائمة؟ لا تنسى الاشتراك بالقناة. سلام.